يا مساء الفل. عمرك سألت نفسك لما بتروح العتبة وسط الزحمة وفي وسط صوت البياعين والدوشة والعربيات وكل الإزعاج اللي حواليك، سألت نفسك سؤال مهم جدا: هو فين الأخضر الموجود في العتبة؟ وليه المكان ده بالأخص اللي فيه مطمع لدرجة عملوا فيلم إن في واحد اشترى الميدان وهاتوا كوباية الشاي ويلا نعرف الحكاية. بس هي مش مجرد حكاية عادية ولا مجرد حكاية رخامة خضراء، دي حكاية كبيرة، وهي حكاية القصر اللي كان بيسكنه الموت. الخديوي قرر غير القدر. ياه، مجمعنا عالطبلية وريحة زمان الفهية، أصل المثل وقصة أكلة وحكمة مصرية عافية، بين حارة وسكة وبيت قديم بنصون تراثنا العظيم. ومع شيرين هنحكي عن بكرة والقديم، حكايات مصرية مننا ولينا ومكملة فينا. الحكاية بدأت في القرن ال18، اللي كان مكان الميدان ده كان فيه قصر كبير جدا يملكه إسماعيل باشا الشريف. والباشا ده حب يميز قصره فعمل عتبة القصر كلها الرخام الأزرق النادر. بس القصر ده ارتبط بقصص حزينة وقصص موت كتيرة. المصريين في وقتها وميولهم الفطري للربط بين الأشياء قالوا القصر ده نحس بسبب العتبة الزرقاء بتاعته، وبقى الاسم الرسمي للمنطقة هو العتبة الزرقاء. ولما جه عباس الأول حاكم مصر اشترى القصر علشان يعيش فيه، بس كان دايما بيخاف من الحسد والنكد، وبما أن اللون الأزرق موروث الشعبي ارتبط بالخرزة الزرقاء واتقاء الحسد وأوقات الهم، فهو قرر يكسر اللعنة دي. فعمل إيه؟ أصدر أمر فوري إن هم يشيلوا العتبة الزرقاء وكل الرخام الأزرق الموجود يحطوا مكانه رخام أخضر. ومن هنا اتولدت العتبة الخضراء تفاؤلا باللون الأخضر اللي بيجيب الرزق. والميدان اللي بنشوفه دلوقتي كان زمان أشيك حتة في مصر. خديوي إسماعيل لما بنى القاهرة الخديوية خلى العتبة هي نقطة الالتقاء بين القاهرة القديمة والدرب الأحمر والجمالية والقاهرة الحديثة ووسط البلد كمان، وبنى فيها تياترو الأزبكية اللي هو المسرح القومي دلوقتي اللي وقف عليه عمالقة الفن، وبنى دار الأوبرا الخديوية اللي اتحرقت سنة 1971 وكانت وقتها تحفة معمارية عالمية. الميدان كان فيه أول محطة لترام في مصر سنة 1896، يعني قمة التطور. ومن التفاصيل التاريخية المذهلة قصة الفيلم اللي اتعمل إن في واحد اشترى الميدان، دي كانت قصة حقيقية. في الأربعينات كان في واحد نصاب محترف جدا اسمه رمضان أبو زيد، قدر فعلا يقنع واحد فلاح بسيط جاي من الأرياف إنه يبيع له رولة ترام في شارع العتبة، وعملوا عقد وهمي. القصة دي ألهمت السينما بعد كده وعملت فيلم بتاع العتبة الخضراء. والعتبة دلوقتي هي المكان اللي تلاقي فيه كل حاجة. هتلاقي المطافي وهي أقدم مركز مطافي في القاهرة، وعندك كمان البريد المصري المبنى التاريخي اللي كان ومازال قلب المراسلات في مصر. وما ننساش المسرح القومي صرح الثقافة، ده غير طبعا الأسواق، سوق المسكي، سوق الأزبكية للكتب. العتبة مش مجرد محطة مترو ولا سوق للهدوم، العتبة هي الحكاية اللي بدأت برخامة زرقاء وانتهت في قلب مصر اللي ما ينامش، وخلصت كوباية الشاي وخلصت معاها حكايتنا النهاردة. بس حكايات مصرية مع شيرين لسه فيها كتير. استنوا الحكاية اللي جاية في حفظ الله.